بيبدأ قصة الفيلم مع الدكتور فرانكشتاين وشايل جثة ورماها في النهر، وفاق الشخص ده وقتل مرات الدكتور عشان ينتقم منه، وبعدها لقى جثة الدكتور فراح يدفنه جنب كنيسة، وكان الدكتور ده معاه كتاب وطلع عليه شياطين وحاولوا ياخدوه لأمير الظلام اللي كان اسمه نوبيريوس، وقعدوا يضربوا فيه، ولما قتل واحد فيهم اتحول لنار ونزل تحت الأرض، وانتبه أشخاص تانية بيسموا نفسهم مسوخ وقتلوا الباقي، ولما فتحوا الكتاب قالوا إن الإشاعة صحيحة ولقوا الشخص ده حي، وخدوه لملكتهم اللي كان اسمها ليونور، ولما سألته الملكة عن نوبيريوس عايز منك هياض، قال لها معرفش بس هو عاوزني عايش. وجيديون راح يقتله، وقفته ليونور وفكته وعرفته بأمير الظلام والشياطين، وعرفته كمان برجالتها جيديون وأوفير وكازايا، وقالت إنها عاوزة تشن حرب على قوى الشر، وإن في حرب دايما بين الشياطين والمسوخ، والبشر ما يعرفوش حاجة عنها، ولا أنا كمان. أنت تعرف حاجة يا عم الحاج؟ مش قوي بصراحة. وقالت له كمان انه بقى في الحرب دي، وعرضت عليه ينضم ليهم وادته اسم آدم. رفض طبعا لانه عاوز يعيش لوحده. بعدها اوفير وكازايا ادوله سلاح بعد ما عرفوه على الاسلحة كلها، بس هو اختار سلاح تقيل، وعرفوه انهم بيحاربوا قوى الشر وانهم هم الاخيار. وليونور ملكتهم ادت الكتاب لجيديون وخباه، وعرفته ان آدم حي وعنده روح زينا يعني. خرج من مكانهم وهو ماشي طلع له 3 شياطين خلص عليهم، وبدأ يطاردهم كمان، ودخل حانة ومشي ورا واحد شك فيه، ولما مسكوا سألوا عن نوبيريوس، وظهر شرطي وقتلوا الشيطان فورا، وآدم قتل 2 منهم وجري ورا الثالث اللي دخل منشأة كبيرة قوي، والمسوخ مسكوا آدم وخدوه عندهم. وظهر نوبيريوس متخفي ومعاه عالمة بتعمل تجارب على فار ميت، ولما خلصت التجربة الفار عاش تاني. جه الراجل اللي هرب وكلم نوبيريوس وقال له اللي حصل، ونوبيريوس اتضايق منه جدا، وسأل الدكتورة عن المرحلة النهائية اللي هي انهم يجربوا العمليات دي على البشر. قالت له ان الفئران سهلة، بس البشر هنجيبهم منين؟ كلمها على الدكتور فرانكشتاين، قالت له دي أسطورة، ولو كان عايش ليه ما شاركش العالم انه احيا جثة، وكان هيبقى اكتشاف علمي فظيع. قال لها انه اكيد في سجلات، وانا هحاول اجيب لك الشخص اللي عمل له العملية اللي هو لسه عايش. قالت له الدكتورة اللي كان اسمها الدكتور ويد زمانه مات واتحلل، الكلام ده كان من 200 سنة. ونرجع لآدم اللي كتفوه، ودخلت عليه الملكة ليونور اللي بدأت تزعق له لان الحرب لازم تكون سرية، وانت مهتم بنفسك بس، لان في بشر ماتوا واحنا هنحبسك هنا. ولما اعترض على كلامها وقال لها انت زي نوبيريوس، شكلها اتغير وتحولت لطبيعتها وبقت زي الزومبي بالظبط، ورجعت تاني لشكلها، وقالت له انت اتحولت للظلام، وقال لها انا مش انسان ولا مسخ ولا شيطان ولا واحد فيكو يعني، وسابوه مشيوا. ونروح لنوبيريوس اللي امر رجالته انهم يخرجوا آدم من الكنيسة، وبدأ الهجوم على الكنيسة، وابتدى الحراس يدافعوا عنها وعن آدم، واشتغل الطحن يا معلم، وقعدوا يقتلوا في الشياطين دول. وفجأة ظهرت أفواج بتنط عليهم من الشياطين، واتقلبت المعركة، وسيل منهم حاول ان هو يخش في الكنيسة، وبقت الحرب أشد من الأول، والمسوخ مات منهم كتير كمان. أول ما بيموتوا بيطلع منهم ضوء أزرق كده للسماء، وبدأ الشياطين يخشوا جوه الكنيسة، وانضم كمان جيديون للمعركة وكان جامد قوي، وكله عمال يدافع. وطلب آدم من أوفر وكازايا انهم يفكوه علشان يدافع عن نفسه، وكله دخل وبقت معجنة، ومات أوفير، وابتدى الشياطين ينسحبوا معرفش ليه. وكازايا كمان ماتت اللي كانت بتحب أوفير ومش عاوزة تسيبه. ولما انسحب الشياطين الملكة ليونور أمرتهم يطاردوا الشياطين، ومسك آدم شيطان منهم وسأله نوبيريوس فين ياض؟ قال له مستنيك فارس لفارس في الميدان، لأنكم سبتوا الملكة لوحدها هو خدها ولازم تروح له لوحدك. قال له فين الملكة؟ قال له في مسرح والتون. قتلوا آدم وراح لزوريال اللي خد الملكة، ولما عرف جيديون خد الكتاب وراح هو كمان، وكلم زوريال وقال له آدم هرب. ولما جه يقتل الملكة وقفه وقال له أنا معايا الكتاب. ساعتها رمى الملكة في حضنه وخد الكتاب وجري، ووصل آدم وقتل باقي الشياطين وراح ورا اللي خد الكتاب وراقبه. خد نوبيريوس الكتاب واداه الدكتورة ويد، وقبلها آدم شاف ميتين كتير مجهزين لعملية، وعرف إن نوبيريوس عايز يعمل عملية لإحيائهم زيه يعني. بدأت الدكتور ويد تقرأ المذكرات، وفجأة نط آدم عليهم وادته الدكتور ويد الكتاب وهي مرعوبة. ووصل الحراس ونوبيريوس كمان وعرفوا على الدكتور ويد،
وقعد يكلمه شوية وحاول يضمه لصفهم. ولما اتأكد آدم إنه نوبيريوس نط من الشباك ووقع على قط وهرب منهم، وبدأ يقرأ المذكرات وما فهمش منها حاجة، وراقب الدكتور ويد عشان تشرح له، ومسكها واتكلم معاها وعرفها الحرب بين الشياطين والمسوخ، وإن نوبيريوس ملك الظلام. ما صدقتش طبعا، وقال لها كمان إن نوبيريوس بيسرق الجثث علشان التجارب. قالت له أنا ما بآمنش بالشياطين والمسوخ. وصل الشيطان فورا زوريال، وابتدت المعركة بينهم، بس زوريال كان جامد قوي وبيهاجم بشراسة، وتغلب على آدم وأخد منه الكتاب وراح يقتله. وقفته الدكتور ويد، قالت له إن هو عايش وأنا عاوزاه عشان أفحصه جنب المذكرات، وطلع آدم سكينة وقتله فورا وخد الكتاب منه. راحوا المكان هو والدكتور ويد اللي قعدت تخيط له جروحه، وقعد يحكي لها إن نوبيريوس هيحاول يعمل عملية لإحياء الشياطين ويبدأ حرب مع البشر ويقتلهم ويستعبدهم كمان. قالت له حاول تمنع الحرب دي. قال لها أنا وحش قطع من كذا جثة. قالت له ما تقولش على نفسك كده، أنت جميل، أعمالك خير أو شر أنت اللي هتحدد. هنا انتبه لكلامها، واضح إنه اقتنع، ونام آدم بعدها. والدكتور ويد قعدت تقرأ المذكرات، ولما فاق قالت له إنها تقدر تعمل أحسن من الدكتور فرانكشتاين. ولما اتصل بيها زميلها قالت له قابلني عند القطر، واداها آدم سكينة تحمي نفسها بيها اللي هي بتقتل الشياطين. ولما راحت لزميلها لقت الشياطين، طلعت السكينة مسكها منها وخدها. وراح آدم للملكة ليونور وقال لها انت كدبتي عليا، انا مين؟ قالت له انت شخص مميز ووحيد ومرفوض من كل الناس، وعشان كده انت بتكره كل حاجة. حكى لها آدم على كل اللي شافه عند نوبيريوس، عن الجثث اللي بيحاول يحييها، وهو عاوز يحمي الدكتور ويد بس، وهياخدها يوريها المكان عشان يدمروه، وهي وافقته. وبعد ما مشي ادت امر لجيديون انه اول ما يلاقي الكتاب معاه يقتله فورا. وفعلا اول ما مسك الكتاب لقى جيديون قعد يضرب فيه عشان يقتله، ومسكه جيديون وقعد يكسر المبنى بيه، مسح بيه البلاط يعني. وهما بيقعوا من فوق جيديون ماسك سلاحه، بس هو اللي مات في الاخر. ولما عرفت ليونور ادت امر لرجالتها يقتلوه، ووقتها قتل نوبيريوس زميل الدكتور ويد وقال لها رجعي لي الحياه ووريني ازاي. لما رفضت تساعده انهارت الدكتور ويد وبدات تعمل التجربه، ولما نجحت بدا العد التنازلي لكل الجثث اللي موجوده. وظهر ادم وهو بيحرق الكتاب، وراح مكان ليونور وبداوا يطاردوا فيه وهو ماشي. ولما شافوه وصل لمكان الشياطين عرفت ليونور نواياه وبداوا يضربوا معاه الشياطين، وكانت معركه جامده قوي. سابهم ادم وطلع لنوبيريوس وقال له انا جاي ادمرك ياض. قال له ما تقدرش. وتحول لشكله الطبيعي وبدأوا يعجنوا في بعض. ومسك نوبيريوس الدكتور ويد اللي حاولت توقف العد التنازلي ورماها ناحية مفاعل. جري آدم ولحقها، بس للأسف خد كمية كبيرة من الكهرباء وانهار. ومسكوا نوبيريوس من رقبته وقال له أنا هصنع منك آلاف النسخ ياض. وصلت الملكة لمكان الجثث ولقت العملية خلاص قربت، وبدأت الشياطين تسكن الجثث وطلبت من رجالتها يدمروهم. وحاول شيطان يخش جوه آدم اللي قاعد يتألم، واكتملت العملية. ولما قام آدم اتفاجئ نوبيريوس انه ما تحولش. قال له ايه ده، انت لسه عايش؟ ده انت عندك روح كده زي البني ادمين. قام آدم وعلم على بطنه وانفجر، وطلع منه اشعة نار كتيرة، وبدأ المكان كله يتدمر ويدمر الشياطين كلها معاه. ولحق نفسه آدم ومسك الدكتور ويد كمان واتشعلقوا، والمسوخ سابوا المكان وطاروا. ولما ما لقوش الملكة راحوا يبصوا عليها، لقوها طالعة وانقذت آدم والدكتور ويد كمان وخدتهم معاها. ولما سألها آدم انقذتني ليه؟ قالت له لانك لقيت هدفك وانضميت للخير اللي هو احنا يعني. وسابته، وبدأ آدم يحارب ويقتل الشياطين، وانه يحارب علشان الحياة تستمر. انتهى فيلم النهاردة يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو لاصحابك. ولو تعرف تعمل حاجة تانية اعملها. معاكم ممدوح من توم نافل.